لو عايز تعالج تعفن الدماغ اعمل الثلاث قواعد دول. ايه هو اصلا تعفن الدماغ؟ تعفن الدماغ مش تشخيص طبي، لكنه تعبير منتشر لوصف الاحساس ان عقلك بقى مشتت بسبب الاستهلاك المفرط للمحتوى السريع على النت. والخبر الحلو انك تقدر تقلل تأثير المحتوى ده على دماغك. سمعت كل حاجة، إني أفهم كلمة ما فهمتش حاجة خالص. القاعدة الأولى: أول 30 دقيقة بعد ما تصحى من النوم وقف ريلز أو شورتس نهائي، لأن عقلك في أول اليوم بيكون أكتر قابلية لتكوين العادات. لما تبدأ يومك بمحتوى سريع بيتعود على التنقل المستمر بين المثيرات، وده بيخلي التركيز على المهام الصعبة في يومك أصعب بعد كده. القاعدة التانية: خصص كل يوم 20 دقيقة تعمل حاجة تحتاج تركيز حقيقي، قراءة أو تعلم مهارة أو حل مشكلة. في البداية هتحس إنك بتتعب بسرعة، لكن مع التكرار هتزيد قدرتك على التركيز لفترات أطول. القاعدة التالتة: خلي المحتوى السريع مكافأة مش عادة. انجز شغلك الأول وبعدها اتفرج. بالطريقة دي بتخلي مخك يبدأ يربط الترفيه بالإنجاز. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي رأيك في التعليقات وتابعني.